ازيك يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. قبل ابدا الفيديو، قبل اي حاجه ما تنساش لايك سبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. بص، في فلاتر تحت على التليجرام، هتلاقي رابط في الديسكريبشن هيوصلك على التليجرام. في فلاتر كتير هناك، وبنزل برضو ميعاد الفيديو هينزل امتى على التليجرام. فما تنساش بقى تروح تتابعني على التليجرام، لان بنزل فلاتر كل يوم. بتبقى اسهل شويه ان انا انزل فلتر هناك عن اليوتيوب بسجل فيديو والدنيا دي كلها. فبيبقى اسهل شويه ان انا بعمل فلتر وببعته، فاهمني؟ فتابعني بقى على التليجرام، ولايك وسبسكرايب زي ما قلت لك عشان تشجعني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. تعال بقى نبدأ نشرح الفلتر. انا عايز اقولك ان الفلتر ده للصور الغامقة، تمام؟ عندك هنا الفلتر للصور اللي هي غامقة. هقولك ازاي برضو تضيفه على الصور الفاتحة. بص، انت عندك حاجتين او 3 حاجات، تمام؟ عندك هنا لو لقيت الصورة فاتحة قوي كده، تمام، في صور هتلاقيها فاتحة قوي كده، تمام. كل اللي انت هتعمله تقلل بس الاكسبوجر، تمام، والصورة هتظبط معاك على طول، مش هتحتاج تعمل اي حاجة. لو صورة فاتحة اكتر شوية هتبدأ ان انت تلعب في 3 حاجات: الاكسبوجر والهايلايتس والوايت. دول ال3 حاجات اللي انت هتستخدمهم لو الصورة بايظة، لو لقيت الصورة بايظة و ومش نافع معاه الفلتر، تبدأ انت تظبط في الحاجات دي، تمام. وبس كده، دي الحاجات اللي كنت عايز اقولها لك. هتنزل بقى الباسورد تحت في الفيديو، باسورد الفلتر، هتكتب هتخش على الرابط، تمام. هيبدأ يظهر لك الفلتر، تمام، قبل وبعد والكلام ده كله. تضغط على داونلود، وبعد كده هيظهر لك مكان خانة للباسورد. الباسورد هتكتبه 10 تلاف، يعني 1 0 وبعدين 3 صفار، يعني 1 و4 صفار، تمام. هتكتب 1 و4 صفار اللي هو 10 تلاف، وهتحمل الفلتر، تمام. هتحمل الفلتر بالصيغة اللي انت عايزها بقى. الصيغة اللي انت بتضيف بيها على طول حملها على حسب بقى. في صيغة ان انت بتضيفها في الملفات وبتظهر في البريسيت، وفي صيغة تانية ان انت بتضيفها كصورة وتاخد كوبي سيتنج والحاجات دي كلها. اكيد انت عارف الحاجات دي كلها. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.